تيراميسو بنكهة التشيز كيك لازم تعطوني عليها براءة اختراع. يلا نشوف. وهلأ رح نحضر الكريمة، ولازم يكون كل شي بارد حتى الصحن اللي بنعمل فيه. 2 كوب من كريمة الخفق السائلة، ظرفين من كريمة الخفق البودرة، خفقتهم لحتى صار القوام كريمي. عندي جيلي ليمون، أخذت معلقة كبيرة منه بس دوبتها بشوي مي وضفتها عليه وخفقت. الجيلاتين بيعطي كثافة زيادة للكريمة ونكهة الليمون حلوة انتعاش. خفقته لدقايق وهلأ رح أخليه بالثلاجة 10 دقايق. أصابع الليدي فينجر غمستها بعصير توت، أي عصير توت متوفر عندكم. رتبتهم في البايركس بهالشكل وغطيتها بالكريمة اللي حضرناها. كررت الطبقة نفس الشي ورتبتهم بنفس الطريقة وغطيتها كمان بالكريمة، ورح أدخلها التلاجة تتماسك أكتر. بهذا الوقت رح نحضر صوص التشيز كيك. رازبيري، بلو بيري، فراولة، نص كوب من السكر، إذا مو متوفر عندكم فيكم تستكفوا بالفراولة، إذا مو متوفر التوت، برش ليمونة، عصير ليمونة. دقايق قليلة بس وبيكون تعقد بهالشكل. دوبت معلقة كبيرة من النشا مع شوي مي وضفتها عليه وخلطته، طفيت النار، وهاد أحلى صوص تشيز كيك. وبعد ما تركت الكريمة تماسكت شوي وكان الصوص برد بحرارة الغرفة، غطيته بهالشكل على الثلاجة 4 ساعات. وعند التقديم زينته بشرائح الليمون والفراولة. ميكس النكهات كتير زاكي، جربوه وصحتين.